5 حاجات اوعى تعملهم لما تتقابل مع العيلة في الزيارات العائلية أو المناسبات. يا حبيبة قلبي، في شوية حاجات الناس بتتضايق منها ويمكن بسببها بتقلل الزيارات العائلية وما بتحبش تحتك قوي بالقرايب. حتى نلاقي فيه مثل مشهور وده طبعا غلط تماما، يقولك القرايب عقارب. ما بيحبوش يلتقوا مع الأقارب بسبب شوية حاجات هقولك ما تعملهمش، لأن ممكن تكوني بتقعي فيهم وانتي مش واخدة بالك. أول حاجة، نبعد عن التفاخر بالممتلكات والحاجات اللي احنا بنقتنيها. في واحدة طول ما هي قاعدة تفضل تفتخر بأولادها، تتكلم عن نفسها، تتكلم عن إنجازاتها، أو واحد طول ما هو قاعد يتمنظر بالعربيات والممتلكات اللي وكأنه عنده، بيدي إشارة للي قدامه إن أنت أقل مني أو إن الحاجات اللي عندي مش موجودة عندك. ممكن حد يشعر بالدونية وبالتالي يكره مقابلته. فلو أنت بتعمل ده ركز في الكلام، وممكن تكون نيتك طيبة ومش بيبقى قصدك ابدا انك تجرح حد او تحسسه بالدونية، لكن ده اللي بيوصل للطرف التاني لما انت بتقعد تتفاخر بالحاجات اللي عندك. فحاول بلاش تتكلم عنها، وربنا سبحانه وتعالى يعطي الجميع من فضله. وخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. زي ايه بالظبط؟ نشوف بقية الآية. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يعني كل الحاجات اللي عندنا دي في النهاية متعة زائلة وشوية وهنسيبها ونمشي. تاني حاجة، التفاخر بالعبادات. بنتقابل مثلا بعد مناسبة دينية زي العيد، بنلاقي الناس بقى اللي بتتكلم عن ختمات القرآن اللي هي ختمتها، وقد ايه هي كانت بتسهر تقيم الليل، وقد ايه هو بيتصدق بمال كتير، او عنده مثلا أسر كتير بيعولها. بلاش نتكلم عن العبادات وكانت بقصد التفاخر، علشان انت عبادتك اجرها ينقص. في شيطان مخصوص واقف علشان تتكلم عنها. تالت حاجة، بلاش عشم زايد. تشوف مع حد حاجة بلاش تعشم فيها او تطلبها منه او تسأله عن سعرها وجايبها منين وازاي. بلاش الأسئلة والدخول في التفاصيل، علشان الأهل والقرايب بيحبوا قعدتك ويحبوا تواجدك معاهم. مش كل الناس بتحب إنها تتسأل عن أسعار الحاجات اللي هي بتمتلكها. خليك خفيف، ولو هو ما قالش من نفسه بلاش تسأله. طب أحيانا بيكون أنا نيتي إيجابية، مش قصدي أبدا إن أنا أحرجه. حاول تسأل بطريقة غير مباشرة أو تطلب منه النصيحة. لو عايز يجيبها منين، ولو حسيت من كلامه إنه مش حابب يتكلم خلاص بلاش. فحاولي وانت قاعدة مع القرايب ما تدخليش في تفاصيل حياتهم، ولا تسألي جابوا منين ولا بكام. ولو انت يعني مضطرة قوي ممكن تسأليها بعد كده بشكل مباشر، بشكل طلب للنصيحة. لو عايزة اجيب الحاجة دي اجيبها ازاي. رابع حاجة هي السخرية. اوعي تسخري من حد مهما كانت القعدة فيها مرح وضحك. بلاش نمسك واحد من العيلة ونخليه بقى هو التسلية بتاعتنا. طفل صغير، شاب، حد كبير، بلاش سخرية أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. أعرف أطفال كتير ما بيحبوش يروحوا عند قرايبهم بسبب إن العم ده كل ما بيشوفه بيضربوا ضربة مش هي، إنه بيهزر معاه تحت بند إن أنا عمه وأنا كبير. وهكذا بالنسبة لسيدات برضو، تقولي أنا مش بحب أقعد مع فلانة لأن قعدتها كلها استهزاء وسخرية، ودايما بحس إن أنا قليلة وأنا قاعدة معاها. خلي الناس تحب نفسها وهي قاعدة معاكي، لأن إحنا فعلا بنميل للي بيخلينا نحب نفسنا معاه. وخامس حاجة ودي أهم حاجة، خدي بالك لما تلاقي حاجة حلوة مع حد لازم تقولي فيه لفظ البركة. ادعي له بالبركة ومن قلبك. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى عنده كتير، واللي أعطاه قادر يعطيكي. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك لك فيه، ربنا يزيدك، ربنا يبارك، اللهم بارك، مبروك عليكي. لفظ فيه بركة. المهم لازم باستمرار تحبي الخير للي حواليكي، ويكون ده فعلا نابع من قلبك علشان ربنا يرضيكي ويعطيكي زيها. واللي أعطاه قادر يعطيني. ربنا عنده كتير وعندنا عقيدة كاملة بده. خلي اللي قدامك باستمرار يحس انك بتحبي له الخير وبتحبي له الزيادة، علشان ما يداريش حاجته منك ولا تكذب عليكي في حاجة هي بتمتلكها انها بتخاف من العين. 5 حاجات دول لو عملناهم اللي قدامنا هيحب القعدة معانا، وهتبقى الزيارات العائلية بالنسبة لنا وقت جميل بنقضيه مع بعض، بعيدا عن العشم المرضي اللي ممكن يكون موجود بين العائلات، وبعيدا عن الحسد والسخرية، وتبقى قعدة العيلة وصلة الرحم خفيفة على القلب. وفي النهاية دايما تكون قعدتك حلوة وروحك حلوة، ولو حتى ما اديتيش لحد حاجة مادية ولا عينية يمسكها في ايده، بس سيرتك الطيبة بتفضل موجودة حتى بعد ما تمشي.